النهارده كلامنا هيكون عن تأثير خمول الغدة الدرقية على الجلد والشعر. الحقيقة إن هرمونات الغدة الدرقية بتلعب دور مهم في تنظيم نمو الخلايا وتجدد الجلد، علشان كده في حالات الخمول بنلاقي إنه بيحصل تباطؤ في معدل تجدد الخلايا، بيحصل كمان نقص في إفرازات الغدد الدهنية والعرقية، فبنلاقي الجلد بقى جاف وخشن وعليه قشور. بيحصل كمان نقص في تدفق الدم في الشعيرات الدموية الصغيرة اللي موجودة في الجلد، فبيظهر الجلد بمظهر بهتان وشاحب. بيحصل كمان تباطؤ في العمليات الحيوية وتصنيع البروتينات اللي بتكون ضرورية لترميم الأنسجة، فبيحصل بطء في التئام الجروح. بالنسبة للشعر بيحصل تساقط للشعر، وده لأنه نسبة كبيرة من الشعر بتدخل في مرحلة الراحة. كمان ملمس الشعراية نفسه بيتغير، فبنلاقي الشعر بقى جاف وخشن، سهل انه يتقصف. بيحصل خفة في شعر الحواجب وخصوصا في التلت الخارجي. خلي بالك انه الاعراض الجلدية دي ممكن تكون اولى الاعراض اللي بيحس بيها المريض قبل إحساسه بأي أعراض داخلية أخرى، زي مثلا الإرهاق، الخمول، النوم الكتير، زيادة الوزن، الإمساك، بطء ضربات القلب، الشعور بالبرد المستمر. علشان كده وجود مجموعة من الأعراض دي بتستدعي استشارة الطبيب وعمل الفحوصات اللازمة لتحديد السبب ووصف العلاج، قبل ما تفكري انك تغيري اي منتج من منتجات العناية بالبشرة علشان ما تحمليش بشرتك فوق طاقتها. تابعينا علشان تعرفي كل جديد